هل سألت نفسك يوما لماذا تبدأ كل سنة وأنت مليء بالحماس، ثم بعد شهور قليلة تعود لنفس المكان، نفس الأعذار، نفس الخوف، نفس الانتظار؟ نحن الآن في بداية عام جديد 2026، لكن دعني أسألك السؤال الحقيقي: هل السنة هي التي ستتغير؟ أم أن الناس تعتقد أن التغيير يحتاج لحظة مثالية، وقت مناسب، حالة نفسية ممتازة، ظروف أفضل؟ لكن الحقيقة، التغيير لا يأتي عندما تكون جاهزا. التغيير يأتي عندما تتوقف عن الهروب، الهروب من المسؤولية، الهروب من المواجهة، الهروب من صوت داخلك يقول لك كل ليلة أنك قادر، لكنك تؤجل. 2026 ليست رقما، هي فرصة، إما أن تستخدمها أو تمر عليك كما مرت السنوات السابقة. دعني أكون صريحا معك: لا أحد قادم لينقذك، لا شخص، ولا فرصة سحرية، ولا رسالة في يوم ما ستغير حياتك وحدها. الإنقاذ يبدأ منك. ستستيقظ أياما وأنت لا تريد النهوض، لا تريد المحاولة، لا ترى أي نتيجة، وهنا يقف معظم الناس، ليس لأنهم ضعفاء، بل لأنهم صدقوا أن الشعور هو القائد. لكن الأقوياء يعرفون أن القرار أهم من الشعور. قد تبدأ 2026 وأنت متأخر، وأنت خائف، وأنت غير واثق، ولا بأس. أسوأ شيء يمكنك فعله هو ألا تبدأ. خطوة واحدة اليوم أفضل من 1000 نية مؤجلة. الحياة لن تسألك هل أنت مستعد؟ الحياة ستضغط، ستختبرك، ستضعك أمام نفسك، وإما أن تقول كفاية، أو تقول أنا هنا لأكمل. لا تنتظر التشجيع، لا تنتظر التصفيق، لا تنتظر أن يفهمك الجميع. بعض الطرق يجب أن تسلك وحدك، وبعض الأحلام لا يراها غيرك حتى تتحقق. 2026 يمكن أن تكون أفضل سنة في حياتك، ليس لأنها سهلة، بل لأنك قرر ألا تكون ضعيفا بعدها. قررت أن تنهض كل مرة تسقط، أن تستمر حتى وأنك متعب، أن تتحرك حتى وأنك خائف. تذكر هذا جيدا: الألم مؤقت، لكن الندم يبقى طويلا. اسأل نفسك الآن بصدق: ما الشيء الذي لو لم تبدأه هذا العام ستندم عليه لاحقا؟ لا تقل غدا، ولا تقل عندما أكون جاهزا. ابدأ الآن، حتى لو بخطوة صغيرة. الطريق لا يتضح في البداية، لكنه يظهر كلما تقدمت. 2026 ليست بدايتك إلا إذا قررت أن تجعلها كذلك. والسؤال الأخير هو: هل ستشاهد هذا الفيديو ثم تعود لحياتك كما هي، أم ستغلقه وتبدأ أول خطوة حقيقية؟ القرار قرارك أنت، بصوت ثابت وقوي. إن كنت مستعدا لتكون نسخة أقوى من نفسك، اشترك في القناة الآن، واكتب في التعليقات ما أول قرار ستأخذه في 2026. لا تؤجل، ابدأ الآن.